يا مساء الفل. وحشتوني جدا. بقالي فترة ما نزلتش فيديو، والنهاردة ان شاء الله الفيديو ده محتاج مليون لايك. وصفة سريعة وحلوة وهتعجبكم جدا جدا. تعالوا كده نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبدئيا كده هنجهز مع بعض التتبيلة. جبت كوباية كبيرة من الزبادي، وتعالوا نشوف البهارات: ملح، فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، كاري، 7 بهارات، كرفس مجفف، زعتر مجفف. البهارات دي مش حاجة أساس، أي بهار أنت بتحبيه وبتستخدميه تقدري تضيفيه، بس ده اللي اداني طعم حلو قوي للوصفة. معايا كده معلقة كبيرة من الكاتشب، ممكن نستبدلها بمعلقة من الصلصة أو معجون الطماطم. معايا كمان معلقة كبيرة من الخردل أو المستردة. معايا معلقتين من دبس الرمان، بيدي طعم حلو جدا وبيدي مزازة معقولة كده يعني. كل اللي احنا عملناه ده هتدي تتبيله حلوه قوي، هتدي طعم رائع جدا للوصفه بتاعتنا النهارده. هنعمل النهارده ايه؟ اللي احنا هنستخدمه دي اوراق فراخ او اوراق من الدجاج. الورك بيكون مخلي، تقدري تخليه يعني بايدك، او تقدري تخلي بتاع الفراخ يخليهولك، وهو سهل جدا يعني. جبت كده، انا كنت جايبه وراك كبيره علشان تبقى حلوه معايا في الوصفه وتدي حجم حلو، وفي نفس الوقت بيبقى شكلها لطيف. تقدري طبعا تستخدميهم وسط، وممكن يكونوا صغيرين وهيدوكي نفس النتيجه. فتحت كده بقى ايه الوراك بتاعي ودقتها كده زي ما انتم شايفين. عايزاها ايه؟ افضل ادقها كده عشان تبقى يعني ايه، ابططها خالص عشان تبقى كلها ما فيهاش حته تخينه وحته رفيعه. وبعد كده هبتدي انزل بيها في التتبيله بتاعتي، وهغطيها بالتتبيله كلها، واخلي كده ايه التتبيله بتاعتي تتغلغل كده جوه ايه اللحم بتاع الفراخ. تمام. الوصفه بتاعت النهارده دي بجد بجد سهله جدا وحلوه قوي. بصي، ارميها كده في الكيس واشتري دماغك، ولا تتعبي نفسك ولا تحمري ولا تسلقي ولا تعملي اي حاجه خالص. هي هتطلع مستويه واخده لون فوق الرهيب. بتنفع جدا في المناسبات، بتنفع جدا طبعا داخل علينا رمضان. آه وحلوة قوي حتى لو انت بتعمليها في وصفة غدا ممتاز. النهارده هنعملها بحشوة جديدة. الحشوة دي طعمها حلو قوي، بيدي طعم كمان جميل قوي للفراخ. جبت كده واحدة كوسة، حجمها يكون وسط او كبير، وكمان جزرايه بشرتهم بشر عادي خالص باللي هو الايه الوش رفيع. وكمان عملت فرمت بصلتين في الكبه او خراطيم تخريط رفيع يعني. تعالوا بقى هنا نروح على النار. هبتدي كده، حطيت معلقه سمنه وشويه زيت، ونزلت بيه شويه من البصل. هشوحهم كده تشويحه بسيطه، يا دوبك بس يدبل معايا البصل. وبعدين هبدا انزل معايا بالخضار اللي هو الكوسه والجزر. الكوسه والجزر هنا مش اساس برضو، تقدري تضيفيهم وتقدري لا، ممكن تحطي فلفل الوان، ممكن ما تحطيش خالص اي خضار، بس ده هيدي قيمه غذائيه حلوه جدا بالاخص للاطفال. ضفت كده مكعب من المرقه، ممكن شويه ملح وفلفل صغيرين، علشان بس ايه اتبل الخضار بتاعي. تمام كده. تمام. طب ده ايه؟ ده برغل خشن، بيتباع في اي حته عند العطار او اي حد من اللي هم المحلات اللي بتبيع الحاجات السوري. برغل خشن. مجرد ان انا بس غسلته ولا نقعته ولا اي حاجه. تمام كده. بدات انزل بيه على الخلطه بتاعتي اللي احنا عملناها بتاعت الخضروات. ضفت عليه، ده كان كوبايه من البرغل، ضفت عليهم كوبايه من الميه وهسيبهم لغايه ما يتشربوا. هضيف عليهم معلقه من ال7 بهارات، شويه ملح وشويه فلفل اسود، واسيبهم لغايه ما يشربوا الميه بتاعتهم. تعالوا كده بقى نشوف بعد الفراخ بتاعتنا ما اتبلت وكانت الحشوه بتاعتنا بردت. لازم تكون بارده، ما ينفعش تكون سخنه. تمام كده. اهو ده شكل البرغل الخشن، بوريه لكم عشان تبقوا عارفين شكله الخشن مش الناعم. تمام كده. طيب تعالوا هنا بقى نشوف هنشكل الاوراق بتاعتنا ازاي. جبت كده طاجن او اللي هو ايه البرامي الصغنن ده. فهنا لقيته صغير قوي، فجبت واحد اكبر شويه، علشان انا كنت زي ما قلت لكم كنت جايبه الوراك كبيره. لو صغيره هتجيبي طاجن صغير او بوله صغيره او طبق صغير، وتعملي فيهم نفس اللي انا بعمله ده كده بالظبط. هحط كده الورك بتاع الفرخه، وبعدين هبتدي بقى ايه احشيه بالبرغل بتاعي، الحشوه الرهيبه دي اللي هتديكي طعم فوق الخطير. احشيها، امليها خالص، اكبسيها كده، ما تشغليش بالك خالص. طبعا هو مستوي معانا، وما تقلقيش من حاجه، هو مش بيعجن ولا اي حاجه، هو حلو جدا. هبتدي بقى اقفل كده. بصوا يعني ايه، عايزه اقفل على الحشوه بتاعتي دي كلها. تمام كده. وبعد كده هبتدي اجي بقى بالخيط والابره واقفلها. ممكن ما يكونش بالخيط والابره، ممكن اقفلها بالخله.
ممكن اقفل بالخله زي ما بقول لكم، بس انا لقيت ان بالخيط كده بتكون حلوه. وعلى فكره الخيط ده بمجرد ما بتستوي بسحبه كده شده واحده بس بيطلع معايا، ما بيبانش ولا اي حاجه خالص. تمام. اهو بصي قفلي كده، حاولي تاخدي الجلد على بعضه علشان خاطر الحشوه بس ما تخرجش مننا، وهي في الاول وفي الاخر مش هتخرج يعني، ما تقلقوش منها من حاجه. بس احنا بنضمن برضو ان هي تكون مقفوله. في نفس الوقت الخيط مش مضر ولا اي حاجه، بسحبه بعد التسويه وما بيبانش خالص وبيكون سهل جدا. بصوا كده ده شكلها النهائي زي ما انتم شايفين، بتدي شكل حلو جدا، تاخد شكل دائري كده ولطيف يعني. وده كده جبت الورك التاني علشان هعمله، هحشيه بنفس الطريقه واقفله مع بعض بنفس الطريقه. تعالوا هنا بقى اقول لكم كلمتين. اولا وحشتوني جدا جدا، سامحوني اذا كنت بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات، الحقيقه مريت بظروف صحيه صعبه شويه يعني، والحمد لله على كل حال. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات لغايه الفيديو ده، طولت عليكم كتير. اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم. الوصفه بتاعتنا النهارده سهله وسريعه وحلوه قوي بجد، هتعجبكم، طعمها خطير والحشوه دي بجد رهيبه رهيبه. ما تنسوش بقى اللي لو متابعه معايا لغايه دلوقتي ما تنسيش تحطي لايك، وسيبوا لي بقى كومنتاتكم الحلوه لو وحشتني كتير جدا جدا من المره اللي فاتت. طيب هنا انا بقى هسويها ازاي. جبت كيس حراري، حطيت فيه معلقه من الدقيق بس ببدره عشان ما يلزقش في الحاجه. وهبتدي بقى هنا ارص اوراق الفراخ بتاعتي، رشه كده بسيطه جدا من الزيت، ممكن تستغني عنها بس تدي نتيجه حلوه. بصوا بقى هنا انا حطيت ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه. انت ما تحطيش ميه. طب انا كنت لسه بجرب الوصفه دي لاول مره فحطيت ربع كوبايه ميه، هي مش محتاجه لان الفراخ اصلا هتنزل ميه، فما تضيفيش الميه من جوه. كل اللي هتعمليه هتحطيها في الكيسه وتقفلي وتحطي نص كوبايه ميه في الصينيه من بره، من بره. تمام، مش جوه الكيس. حلو كده، انا بقول لكم لان انا جربتها وبقول لكم دي النتيجه. زي ما انتم شايفين كده هي اصلا الفراخ نزلت الصوص بتاعها والميه بتاعتها، فهتستوي وهتطلع زي الفل. دي كانت النتيجه النهائيه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، ولا سوينا ولا اضطرينا ان احنا نحطها تحت الشوايه ولا نحمرها ولا ندخلها الفرن، بصوا ولا اي حاجه خالص. هي استوت كلها على بعضها كده في الكيس الحراري، وزي ما انتم شايفين طالعه اخده لون رهيب حلو جدا. بسم الله ما شاء الله عليها، الوصفه بجد خطيره. بصوا الشكل حلوة قوي ما شاء الله عليها، تحفة. طعمها فوق الممتاز. ريحتها عايزه اقول لكم ريحتها فعلا فعلا قلبت ريحه البيت. ريحه الحشوه مع ريحه التتبيله، ومديه طبعا للفراخ تست عالي قوي قوي. بصوا فتحناها كده، عايزين نشوف الحشوه من جوه. زي ما انتم شايفين بصوا طبعا مش معجن ولا اي حاجه، البرغل مستوي ومفرفر وحاجه كده يعني. بجد بجد الوصفه عجبتني جدا. اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم، تحطوا لي عليها لايك، ومستنيه بقى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات رايكم فيها ايه. هي بجد فوق الممتازه، شكل وطعم ونتيجه رائعه. آم، يعني مش مكلفه قوي، مش متعبه كمان، مش تاخد منك وقت كبير، وبألف هنا وشفا.